سلام يا البنات، أكيد تعرفوني وتعرفوا قصتي. وشكون اللي ما يعرفش سندريلا؟ وعلى بالي كامل تمنيتوا تكونوا كيفي، تتلاقاو مع أمير الأحلام لتعيشوا معاه أجمل الأيام. لكن يا البنات، كل حاجة في هذه الدنيا عندها وجهان، جانب جميل وجانب عيان. كلامي هذا موجه للبنات اللي أعمارهم من 16 إلى 20 سنة. اليوم رايحة نحكي لكم حكايتي الجانب الخفي منها، والأكيد واحد ما قالكم عنها. اسمعوا مليح ودوا العبرة. سندريلا والأمير الجزائري. سندريلا لكن بشكل آخر. كان يا مكان في هذا الزمان بنت كيما كل بنات تحسب الزواج هو الجنة اللي خلقها المولى على وجه الأرض، وعلى بالي كاين كيفي بزاف. كيما كنت نقرأ شحال من أستاذ وأستاذة قالوا لي ركزي على قرايتك، رايحة يجيك النهار وتندمي عليها. وأنا ما نكذبش عنكم، ما سمعتش ليهم، وكنت نخمم غيفة في فارس أحلامي. وبالفعل تخليت على دراستي ولقيت الأمير الجزائري، وكانت سعادتي لا توصف. وتزوجت وأنا نحلم بالجنة اللي رايحة نعيشها مع فارس أحلامي. كنت نحسب الزواج حب ورومانسية وتحواس ولبسة ومكياج، ولكن المفاجأة، نعم ليست مفاجأة يا البنات، مفاجأة. بعد ما كنت مثل الأميرة عند بابا، نلبس كيما نحب، نخرج كيما نحب، وندير واش نحب، دخلت السجن بإرادتي. واحد مغصبني، مسؤولية كبير أكبر من عمري 17 سنة يا البنات، خاصة بعد ما جيبوا الولاد. سهر، تعب، إرهاق، دوام كامل 24 على 24 ساعة، وانتي تجري وتخدمي وما يخلصش العمل. تولي أكبر أمنيتك تدخلي للمرحاض، أي والله تتمناي تركتي مثل بقية البشر، تتمناي تاكلي 2 لقمات على بعضها. وكل هذا وأمير الجزائري مش عاجبه الحال. والكارثة إذا كنتي مع أهله مهما درتي مش رايح يعجبهم الحال. نوصيك يا سندريلا، أبلاك تسمحي في قرايتك، والله رايحة تبكي عليها بدل الدموع دم. عيشي كل مرحلة من حياتك في وقتها، استمتعي بطفولتك وبراءتك، أقراي وحقي طموحك، اجمعي دراهمك وسافري، البسي، استمتعي وديري واش تحبي. أفهمي الحياة مليح، واعرفي باللي الزواج راهو تكليف، ومش خاتم ولا غوب بلونش راح تفوخي بها قدام صحاباتك. اختاري مليح الأمير اللي يليق بيك، الأمير اللي يقلبك أميرة، يحبك ويحترمك وما تهونيش عليه يزعفك. وفي الأخير يا البنات، نتمنى وصلكم الميساج وفهمتوه وديتوا العبرة.